يسعد مساكم متابعيني واهلا وسهلا بكم في قناتي مجددا، قناه مطبخ غيداء. صار هواي ما منزلين فيديوهات وشي لانه سبحان الله نوبات تصير عندنا مشاغل بالحياه وهاي وما ننزل فيديوهات. امس كان عندي ضيوف والضيوف طلبوا من عندي انه اسوي كل الاكل سمك، فسوينا سمك نوعين اللي هو سمك زبيدي وسمك اللي جري. طبعا هذا السمك سويت الجري هنا مثل ما تشوفون سويته مثل التبسي طبقات بدون لا قليته وبدون اي نوع دهن. شوي خليت زيت وحمست البصل وسويته بعدين طبقات ويا النوم بصره والقرفس والطماطه والفلفل الاسود شويه واضافه الملح ايضا ومي ومعجون. هنا تشوفون ايضا السمك الزبيدي بعد ما اني سويت له خلطه. الخلطه مالته هو عباره عن كركم وكاري وملح، كليته اسويه بالخلطه، وامسح بيه الزبيدي من الداخل ومن الخارج، وبعدين اخليه بالطحين وبعدين اقليه يطلع مقرمش وطعمه جدا طيب. طبعا هنا هذا اللي تشوفون صحن الجري اللي أنا سويته. ما أقول لكم الطعم صراحة، الضيوف هم اللي حكموا واللي قالوا إنه ما شاء الله، قالوا يعني الأكل كلش طيب لأنه الأسماك هي أكلات صحية، وهذا اللي تشوفوه يعني تقريبا أغلبيته صحي لأنه أنا الدهن ما أحبه بالأكلات. الجري بدون دهن مجرد شوي خليت بس حمست البصل، أما الزبيدي صحيح إنه أنا فقط هو اللي قليته. أتمنى يعجبكم هذه السفرة اللي نشرتها وهذه الأكلات مالتي أمس. إن شاء الله يا ربي ينال إعجابكم الفيديو وتشوفون من عندي إن شاء الله كل جديد.